السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مع فيديو جديد في قناة ديالي سبايلاتي. كنتمنى لا فيديو لقاكم نتوما في اتم الصحة والعافية. وصفة اليوم هي عبارة عن وصفة قريشلات بلديين من السمين ديال زمان اللي كيجوه هشاش ولداد، كيعجبوا الصغار وكيف ما كيعجبوا الكبار. يمكن لنا نوجدوهم في الفطور ولا في الكوتي ولا في اي مناسبة. القريشلات بلديين ما كيخطاوش اي بيت مغربي، ساهلين في التحضير ومكوناتهم بسيطه موجوده في اي بيت. والمنسمات اللي باش كنسموهم كيعطوهم واحد المذاق لا يقاوم، وفي نفس الوقت كتجي هشيشه وقطنيه. بلا ما نطول عليكم كنت نخليكم مع تتمه لا فيديو باش تعرفوا معايا الطريقه والمكونات. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. ندوزو دابا المقادير اللي غنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، كاس ديال الحليب دافي، كاس العنبه، نص كاس ديال الماء الزهر، كاس الا ربع ديال ما بين زيت وزبده، وعندي نصف كاس ديال السكر، وغنحتاج 2 معالق ديال النافع، 2 معالق ديال جنجلان سمسم اللي حمرتهم شويه باش كيطلقوا لنا لوغو، عندي 2 بيضات، وعندي نص معلقه صغيره الملح، خماره كيميائيه 7 غرام، وعندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز. ندوزو دابا لطريقه التحضير. ناخذ اناء نديرو فيه البيض، نضيفو السكر، نضيفو الملح، نخلطو، كنبداو بالسوائل ديال الاولى، عاد كنضيفو النواشف، كنضيفو ديك الكاس ديال الزيت والزبده، كنضيفو ماء الزهر، نخلطو المكونات، من بعد كنضيفو الحليب دافي، وثم نضيفو النافع والجنجلان السمسم، نخلطو، نضيفو ديك المعلقه الكبيره ديال الخميره، نخلطو الكل ونخليوهم يرتاحوا واحد 2 دقائق. من بعد 2 دقائق نضيفوا الدقيق اللي عندنا، نضيفوا الدقيق ونخلو واحد شويه حتى نخلطوا العجين ونشوفوا واش مازال محتاجين الدقيق. كنخلطوا حتى تنسجم لينا العناصر كامله، الدقيق ينسجم لنا مع السوائل اللي درنا في الاول. من بعد كنضيف ديك الخميره اللي عندي مع داك شويه اللي بقى ليا ديال الدقيق، وكنضيف العجينه خدات ليا 500 غرام ديال الدقيق بالضبط، نص كيلو ديال الدقيق.
من بعد كنجمع العجينه ديالي وكندلكها. انا هنايا درتها في العجانه ديال الترموميكس، عجنتها وعاد نديرها في هذا الاناء. القوام ديالها كتكون بحال ما هكا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو، كتكون خفيفه بزاف. نجمع الجناب بالسباتول العجينه كتكون بحال ما خفيفه بزاف ومتماسكه بحال هذا الشكل اللي كتشوفوا معايا. صافي كنجمعوها نجمعوا على الجناب وكنغطيوها ببلاستيك فيلم اليمونطير وكنديروها في مكان ساخن حتى كيتضاعف لينا الحجم ديالها ونرجع معكم. دابا العجينه تضاعف لينا الحجم ديالها، غادا نحيدوا البلاستيكه ثم غناخذوها غنحيدوا الهواء اللي الداخل ديالها ونوضعها في سطح العمل. نجمعوها بشويه الدقيق ونبداو نشكلوا منها كويرات متساويين. نقدروا نستعملوا الميزان الا ما كناش لا عرفنا ما غاداش نديروا نفس القياس باش يكون عندنا الكريسات في نفس القياس. كنشكل كويرات وكندهن دائما يدي بالزيت باش ما كتبقاش العجينه تلصق لي في يدي وكتعذبني. صافي كنستمر بحال ما حتى كنكمل الكويرات ديالي كاملين ونرجع معكم. من بعد كنورك على الخبيزات شويه بايدي نقرصهم دائما يدي ندهنها بالزيت باش ما كتبقاش العجينه تلصق. صافي كنخليهم يختمروا. هنا غنكمل داكشي اللي بقى ليا من العجين في لاطه اخرى. دائما ندهن يدي بالزيت باش ما كتلصقش ليا العجينه في ايدي وكتسهل عليا العمليه. صافي نفس الطريقه غادي نورك عليهم شويه بالايد وكنخليهم يختمروا تقريبا واحد الساعه ولا نسخنوا الفرن شويه ونطفيوه عليه وندخلوه على كنا زربانين. من بعد كناخذوا صفار البيض مخلط مع شويه الزبده وكندهنوا لها الوجه ديالها في الوقت اللي كنديروا الفرن يسخن على درجه حراره 160 حتى 170. ما كتبغيش الحراره بزاف. نحاولوا ما نهبطوش صفاره البيض في اللاطه في الجناب ديال الكريسات. ومن بعد كنرشوهم بجنجلان او السمسم. وصافي كندخلوهم الفرن الساخن كيف ما قلنا على درجه حراره 165 حتى 170. ما كياخذوش معنا وقت بزاف، تقريبا خداو معايا شي 15 دقيقه ماشي بزاف. وهنا خرجتهم من الفرن. شوف كيفاش كيجيو رطبين بزاف وهشاش رائعين وواحد الريحه ديالهم يا سلام مع داك الزرارع مع الجنجلان النافع ومع ماء الزهر. كيجيو واحد لوغو رائع جدا. كنصحكم تجربوا هاد القريشلات بهاد المقادير اللي عطيتكم ونفس الطريقه راهم كيجيو ناجحين 100% من اول تجربه.
وإلا جربتوهم تقاسموا معايا التجربة ديالكم والرأي ديالكم في التعليق. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وكنتمنى تجربوه معايا وبالصحه والراحه. واخيرا ما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في فيديو جديد بحول الله. ما تنساوش كيف العاده ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه. اترككم في رعايه الله. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.